القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له: يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلكأ، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا: يا رسول الله، ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول: خالد الهذلي رجل ب1000 رجل من شدته وبأسه. لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. يقول شيخ الإسلام: ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة. فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه، وكان ذو رأي ومشورة فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام، فاخترط عبد الله بن أنيس سيفه واشتد رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة، يحمل رأس الكلب بين يديه. فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه. ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه. خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ هذه مواقفهم، فما هي مواقفنا؟ قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدقوا في حبهم لله ولرسوله، وصدق الله معهم. قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم، سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم. رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم، رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم. قول
الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم.